كارت الشاشة قلب الموازين، الجيمنج شغال في 4K وخلى الري تريسنج حاجة طبيعية مش رفاهية. النهارده هنتكلم عن ال RTX 3080، هل لسه يستاهل في 2026 ولا هو اختيار كويس قدام الكروت الجديدة؟ خليك معايا للآخر، يلا بينا. ده بأول حاجة هو تصميم الكارت. أول حاجة بتشد في الانتباه بالذات الكروت كلها ال RTX 3080 أو ال 3070 أو أي نسخة من النسخ دي، تصميم في النسخ اللي هي احترافية بتيجي تصميم فخم جدا. غير كمان النسخة اللي معانا من ال RTX 3080 MSI سوبريم اكس، هنا مركزة على الإحساس البريميوم. جسم الكارت بيتكامل من معدن، عندك شكل احترافي، إضاءة RGB مش مبالغ فيها، شكلها سيمبل وجميل. عندك الباك بليت معدن وتقيل وبيدي شكل كده شيك قوي في الكارت. كارت كمان حتى كمان شكله لما تحطه في أي كيسة جيمنج، الإحساس لما بتركب كده الكارت ده تحس ان انت مركب حاجه هاي اند بجد، ولكن هي اولد فيرجن اللي هي اولد سكول، لانه هو مش بنفس التصميم بتاع الكروت اللي هي ال 4000 او ال 5000. نيجي بقى للمواصفات ال RTX 3080 واللي بيتاكد انه من اقوى الاصدارات ال RTX 3000. معماري الرسومي لل RTX 3080 جايب المعماريه الامبير، عدد نواه الكودا 8704 نواه، الذاكره بيجي ب 10 جيجا GDDR6X، وفي نسخ تانية بتيجي ب 12 جيجا، ففي نسخه هنا 10 وفي نسخه 12. سرعه الذاكره عاليه جدا بالنسبه لل 4K وال 2K، بيجي بتردد 320 بايت، دعم تقنية الري تريسنج DLSS، نفيديا ريفلكس، ال NV انكودر الجديد لو عايز تعمل ستريم او المونتاج. التردد العالي من النسخة القياسية بسبب الفاكتوري اوفر كلوك من ال MSI ممتاز جدا. استهلاك الطاقة عالي نسبيا مقارنة بالكروت المتوسطة، فانت بتتكلم في حوالي 300، فده برضو رقم كبير جدا قوي. بياخد كمان مواصلة 3 وصلات بالمعنى الاصح، يعني 3 وصلات 8 بن، وكمان بيشتغل على PCIe Gen 4، ولو Gen 3 برضه هو هيشتغل، ولكن انت هتخسر شويه من الاداء برضه بتاعه. يفضل 4 او 5 PCIe. طيب المواصفات دي بتخلي الكارت مواجهه للفئه عاليه ومناسب للجيمنج تقيل 2K 4K، وكمان يشغل الاجيال التقيله جدا في الالعاب زي اي لعبه طبعا، وده طبعا هنروح لها طبعا الجزئيه دي. والمونتاج والتصميم مش هيقول معاك لا. خلينا بقى نروح بقى للجزئيه المهمه جدا، وهو نظام تبريد في الكارت ده، وبالذات النسخه اللي معانا اللي هي سوبريم اكس. نظام التبريد بتاعها هايل، تحس ان MSI بصراحه يعني حبت كده ايه، قالت لك كده ايه، مش عايزه تبخل في النظام ده. عندك 3 مراوح من النوع اللي هو تروكس فان 4، ده نظام تبريد بيشتغل بشكل معين. عندك الهيت سينك ضخم جدا، فبيشتغل بشكل كويس جدا قوي مع نظام التبريد. عندك الهيت باي كمان بتوزع الحراره بشكل كويس. فبشكل مجمل كده وبشكل كامل اللي هو النظام ده بيخلي الكارت بيشتغل بثبات على اعلى درجات يعني ضغط ممكنه، ويفرق جدا معاك على الاصدارات او غير الاصدارات يعني اللي هي بتكون ارخص منه، او الاصدارات اللي هي بتكون اقل منه، بالذات من النسخه دي بصراحه هايله جدا في نظام التبريد. زي ما احنا شايفين من ناحيه الحراره والضوضاء، سوبريم اكس من افضل الاصدارات. زي ما احنا قلنا درجات الحراره منخفضه نسبيا، صوت المراوح زي ما احنا سامعين كده هادي جدا، استقرار ممتاز في الالعاب لفتره طويله، يعني تقدر تلعب ساعات من غير ما تقلق من الحراره او الازعاج. ونروح لاهم جزء دلوقتي كلنا مستنيينه في الفيديو، هو الاداء في الالعاب. بالنسبه للاداء RTX 3080 في 2026 حاليا الكارت لسه ممتاز على ال 2K وال 4K. بالنسبه لل 2K ده ممتاز جدا على اعدادات الترا، فريمات عاليه ومستقر. 4K برضو مش هيقول لك لا، اداء قوي، اغلب الالعاب على هاي والترا مع DLSS التجربه بتكون افضل بكتير. الكارت لسه مناسب للالعاب الثقيله الحديثه، خصوصا لو بتخدم DLSS، فكارت زي ده مش هيقول لك حاجه بالذات في الالعاب. كل الالعاب القديمه بالجديده بكل حاجه لسه هتشتغل عليه بشكل كويس جدا قوي 2K و 4K. بس خلينا على ال 4K بنشغل DLSS عشان دايما مش تكون كل النتائج نيتف، لكن احنا بنجرب النيتف علشان نشوف بس الاداء بتاعه الخام بيكون عامل ازاي. وبالذات برضه ال RTX 3080 هو لسه ممتاز في الحته دي، يعني دي لعبته اللي هو الحته بتاعت 2K، هي دي لسه منطقته. وهاي ريفريش ريت، يعني لو بتلعب تريبل اي، العاب فيها ستوري تختيم اي حاجه من الحاجات دي شغال معاك، مش هيقول لا. عيوب الكارت رغم كل المميزات، في شويه عيوب لازم تعرفها شويتين تلات. حجم الضخم للكارت مش بينفع في كل الكيسات، يعني لو عندك كيسه لحد ما صغيره فانت لازم تحسب مساحه الكيسه عندك الكارت ده هيخش فيها ولا لا. ده رقم واحد. رقم اتنين، وزنه تقيل ومحتاج GPU سبورت، محتاج حاجه لازم تثبت الكارت ده، عشان ده ممكن يقوم واخد الPCI بتاعتك ونازل بيه عادي جدا. سلاك الكهرباء عالي جدا هو في الكارت ده. سعره في السوق المستعمل ممكن يكون مرتفع شويه، يعني على حسب التجار، في ناس 18 ل 20، ولكن انا شايف
الكارت ده اقصى حاجه ليه المفروض تكون 19 اكتر من كده بصراحه دي افورت سعر. 20 معلش انا لو زودت شويه اجيب اي نسخه جديده في السوق ونتكلم في الحته دي شويه، ولكن زي ما احنا قلنا بالنسبه لما نيجي نشوف السوق المستعمل اسعاره متفاوته شويه، يعني على حسب النسخه، على حسب الحاله بتاعت الكارت، على حسب هو الكارت معاه حاجته ولا لا، الكلام ده كله بيفرق معايا. طيب زي ما انا قلت اخره 19 بالكتير قوي ده 19، انما اكتر من كده بصراحه يعني انا حاسس ان في اختيارات تانية هتكون افضل بكتير منه. دلوقتي نروح للخلاصه. RTX 3080 لسه كارت قوي جدا خصوصا لو بتلعب على 2K او 4K، لو لقيته بسعر مناسب هيكون صفقه ممتازه بسبب التبريد والشكل والاداء، لكن لو سعره قريب من كروت احدث ساعتها الافضل تفكر في جيل احدث. طيب قول رايك في الكومنتات لو شايف ال RTX 3080 لسه يستاهل في 2026، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.